أنا حبيت أعرف علاه متحاملين على المملكة العربية السعودية، علاه متحاملين عليها. أنا نقول ربما هذا جحود من البعض والجحود منكم والجحود من للأسف اللي عشش في بعض الأنفس المريضة. المفروض المملكة هي حاملة وجدان الأمة العربية الإسلامية، ما فيش حد من دونها يقدر يقوم مقام رعاية أكبر مقدس لدينا نحن كمسلمين، هي البيت ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي ليست في حاجة إلى سند، أنا نقولها صراحة، يعني كمحامي من الجزائر يعني نقول صراحة أن المملكة ليست في حاجة إلى سند. لها دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي في رعاية وعناية الله، لكن للأسف الشديد ما بذلته المملكة لصالح كل الشعوب العربية والإسلامية والعالم كله، هذا ما ينكره إلا جاحد. للأسف للأسف للأسف. وحتى إحنا في ثورة الجزائر كان الملك سعود كان يأمر بحملات من أجل ماذا؟ جمع كل التلميذ يعني في المدارس، يجمع شلن لصالح الثورة الجزائرية، وتحيا ثورة الجزائر في مدارس المملكة آنذاك من طرف المغفور له الملك سعود طيب الله ثراه، وهذا بوصية من؟ وصية المؤسس الأول الملك عبد العزيز. وكنا في الجزائر لماذا ضيعنا هذا العنفوان وهذا النشوة تاع أسطورة الملك عبد العزيز؟ يعني شخصيا أنا الملك عبد العزيز سميت عليه ابني عبد العزيز، وهذا من الأساطير. حتى فرنسا كانت تسميه نمر أو أسد الصحراء. كان المفروض أن يكون لنا بالنسبة لتاريخنا بمقام الأمير عبد القادر وبمقام عمر المختار، وهذه الأساطير لما كنا صبيان كنا نتغنى بها، كنا نتغنى بأسد الصحراء أو نمر الصحراء الملك عبد العزيز آل سعود. فالمفروض وجب علينا أن نرجع الأمر لجادته ولصوابه. من لم يشكر الناس لا يستطيع أن يشكر الله. حتى ربما حكاية أحكيها، كان والدي يحكي لي أنه يعني الجميع هنا في هذا النادي، كان والدي أو في هذا المكتب كان والدي يحكي لي أنه حج إبان الملك عبد العزيز في سنة 1951. للأسف وش يقول؟ يقول نعمنا بالأمن